مراتي انا عندي مشكله، ممكن تحلها لي؟ يا سلام، اذا كان بحل الفيزياء مش هحل مشكلتك؟ قول. طب سلام عليكم. لا خد بفكك والله. ما اصل بتقول اي هبل. والله بفكك بس لقيتك متنرفز قلت افك معاك. لا ما تفكش معايا. خلاص اتفضل، ايه مشكلتك؟ انت شكلك راجل طيب. انا مراتي من اسبوعين كده جت هنا وخلفت عندكم توأم. طب يا سيدي مبروك، فين الحلاوه؟ حلاوه ايه؟ ما انت مش عارفه مراتي خلفت ايه. شكلها جابت بنات وهو عاوز ولاد. يا ريت بنات. يبقى ربنا رزقك بولدين الحمد لله. يا ريت ولاد. امال مراتك خلفت ايه؟ خلفت معزتين. ايه؟ زي ما بقول لحضرتك كده، مراتي جابت معزتين. ليه متجوزه خروف؟ لا مش خروف. امال جابت معزتين ازاي؟ هي كده جابت كده. يعني انت عايز تقنعني ان مراتك جت هنا وخلفت معزتين؟ ايوه سعادتك، ده حتى بالاماره المعزتين قعدوا عندكم هنا اسبوعين. في الحضانه بقى؟ لا كانوا بياكلوا نجيله تحت. يا حاج ما تجنناش، في حد يخلف معيز؟ خلاص ده قضاء ربنا، حصل خير. يا عم انا كل اللي يجيبه ربنا كويس وما عنديش اي اعتراض. طب انا السنه اللي فاتت جايبه لي ارنبين زي العسل، حسن ومنه في الحضانه دلوقتي. مراتك خلفت ارنبين؟ ايه ده مش مصدقني؟ بقول لحضرتك مراتي خلفت ارنبين. بالملوخيه؟ طب سلام عليكم. ما انت تقول كلام يتعقل. ما انت بتهابلني النهارده. حضرتك انت بتتريق عليا ليه؟ ما انت بتشتغلنا، كل اللي انت بتقوله ده كده، مفيش حاجه اسمها تخلف حيوانات. يا ابني انت افهم بقى. مراتك ما تخلفش حيوانات. مراتي انا ما تخلفش حيوانات ازاي؟ مراتي انا خلفتي اصلا كلها حيوانات. يا سلام. والله. عارف سيد قشطه؟ طبعا. ده ابن الكبير. والله اسمه الحقيقي سيد البسطويسي محمد قشطه، بس هو منه اتشهر وربنا كرمه وقال له سيد قشطه على طول. ايه ده، انا مراتي حامل، لا تجيب كلبين. لا انا مش خد تعالى هنا. ما اكيد هتجيب كلبين، مش انت ابوهم. النبي انا مش فاضي رب انا وهوهو والكلام ده. لا يا كبرت عم. والله يا عم وبعدين انا جاي احل مشكلتي، احل لك مشكلتك انت. طب انت اصلا دخلت هنا ازاي؟ اخرج بره يا حاج. اخرج بره؟ انا جاي من طرف الدكتور شوكت. بقى انت تعرف الدكتور شوكت؟ يا عم انا المقاول اللي بيخلص له الفيلا بتاعته. ده اللي جه عمل اللوز من اسبوعين. ايوه جيت عملت عمليه اللوز عندكم هنا من اسبوعين، قام الدكتور زلط مفاتيح عربيته ونزلت في بطني. ايه ده، يعني مفتاح عربيه الدكتور في بطنك؟ مفاتيح عربيته في بطني وما بتنيمنيش طول الليل. طول الليل تعمل وي 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 لدرجه ان انا ما بقتش انام في بيتنا. امال البيت بتعمل ايه؟ بقيت بركن في الجراج. ايه ده يا حد، اهدى لا. انا اسف، اصل انا نسيت اقفل السنتر لوك. خلاص يا حاج ما تعيطش، امسح دموعك، شغل مساحات، امسح بس بص يا حاج، ادي اشاره يمين واتكل على الله. حاضر. يلا سلام عليكم. ما يجي الدكتور شوكت قول له ان انا جيت. وعليكم السلام. يلا سلام عليكم. رعايه الله. يلا سلام. ابقى صلح الفانوس اللي ورا يا حاج. شفتي الترامادول؟ كل واحد يضرب ترامادول يجي يقرفونا احنا بقى. انت هتقعد ترغي كده والدكتور سامي زمانه جاي على فكره. ما يجي الدكتور زفت وانا بخاف منه ولا ايه؟ دكتور سامي ده بيقف قدامي يترعب، يقف يقول لي يا حلاوتك يا فرج. بس بقى يا نورة كفايه كده، ما يصحش كده. دكتور سامي؟ ايوه هو الدكتور زفت، بديله على يلا قوم فاسي من هنا، انت ليه معاك هنا؟ ايه ده؟ لا مؤاخذه يا دكتور. مؤاخذه يا دكتور، قلت لك مليون مره ما تقعدش في اوضه العمليات. انا كنت بس بجرب لك الكرسي، انا اسف. اتفضل يا دكتور. جهزت اوضه التعقيم؟ حاضر راح اجهزها. الحاله خارجه، يلا من الاستقبال بسرعه يا جماعه. ماشي احنا اسفين يا دكتور، بس ما تنرفزش علينا، هنجهزها. ايه ده كله بيشتمنا هنا في المستشفى ولا ايه؟ بس يلا انت ليه دخلك هنا؟ ايه يا عم داخل؟ ايه اللي داخل؟ داخل تعمل ايه؟ عايز ايه؟ السلام عليكم يا عم. ماما بعتني ليك وبتقول لك اعمل لي عمليه اللوز وبتقول لك كتر البنج وبعتلك معايا ال 10 جنيه دي. يا ابني يا حبيبي في عمليه ب 10 جنيه. يا عم انا بحلق ب 5 جنيه عادي.
وانت جاي لي مزين؟ خلاص يا دكتور احلق له ماشي هنحلق لك يا حبيبي. انا عايز اعمل عمليه اللوز. عايز تعمل عمليه اللوز ليه؟ عشان اكل جيلاتي. طب ما انت ممكن تاكل جيلاتي من غير ما تعمل عمليه. لا، ما انا لازم بقى اتشرح نسايل والكلاب السكك تنهش في لحمي عشان بابا يجيب لي جيلاتي. طب ما تاخد ال10 جنيه تجيب بيها جيلاتي. لا، ما هو هلحوس نفسي وهيعرف ان انا ما عملتش العمليه، هيزعل. انت يا ابني اهبل وجاي تجننا. يا عم عايز اعمل عمليه اللوز. ممكن تخرج عشان انا عندي عمليه دلوقتي؟ لا مش هخرج. طب لو لعبتك هتخرج؟ ماشي امسك كده، ايه؟ اعمل لك لعبه عجبتك تخرج. ماشي. شايف ايدي؟ اه شايفها كويس؟ ايوه. بص كده. ها عجبتك وحلوه، يلا اخرج بقى يا يلا. عم وايه ايه حلوه. انت دكتور عبيط يا عم انت. لو سمحت احترم نفسك، انا دكتور محترم. في دكتور محترم يعمل؟ بس يا حبيبي بس يا حبيبي، يلا اخرج بقى يلا. مش خارج يا عم. طب اعمل لك كمان حاجه تسليك وتخرج؟ اه وتخرج. ايوه اخرج. هخيط لك بقي. ايه ده القرف ده؟ مش دكتور، هعمل لك ايه يعني؟ طب ماشي يلا. هات لي بكره الخيط يا فرج. بكره ايه؟ اهي البكره اهي. طب يلا كده البقره هتخلص. ايه ده، انت هتعمل لي فتله؟ عيب يا حبيبي عيب، ما تقولش كده عيب. والنبي يا دكتور عايز اعمل سمكه في البنطلون ده بس. ايه ده إيه يا ده؟ عم انت ده؟ ايه ده؟ ايه؟ حلوه، يلا اخرج بقى. حلوه ايه يا عم، ايه القرف ده؟ يلا بقى اعمل لك ايه بقى. تاني؟ مش خارج يا عم. عايز تعمل عمليه؟ اه فرج هات لي الحقنه عشان نبنجه. لا خلاص حقنا لا والنبي. طب حقنا يلا لا. اخرج يا ياض. عم ما تزقنيش. انا بتهزق في المستشفى دي. يلا اخرج يا عم ما تزق، وبعدين معاكوا. ياض اتكل على الله عشان ما اعملهاش معاك. طب بالزق ليه طيب؟ انا متهزق هنا في المستشفى دي، انا كنت ملقب بالخازوق في القصر العيني. يلا يا راجل يا خازوق، يا راجل يا خازوق. اوعى اوعى يا عم. ايه ده؟ حاجه زفت. ايه اللي انت عملته بس ده يا دكتور اللي هو بتشوف الحاجات دي؟ حلو حاجات كده. اعملها والنبي تاني والنبي. بص. دكتور نعم. مكانك مش هنا، عايز تبقى ساحر البنك الاهلي المصري بيمول لك قرض. تعالى يا دكتور نشوف اكل عيشنا، انت هتقعد تنفخ. يلا بينا. تعالى يا عم، حاجه قرف والله في المستشفى الزفت دي. عفاف. نعم. جبتي الحاجه؟ ايوه يا شيخه جبتها، بس خليها بعد العمليه. لا اديها لي دلوقتي. طب بصي تعالي. ايه؟ الشيخ مبروك بيقولك علشان تخلي الدكتور سامي يحبك ترشي له شويه من الميه دي مكان ما يخطي وتشربي منها بقين وهو هيحبك على طول. يعني هيخطبني بعدها؟ يا بت دي سرها بيت، بيقولك هيحبك ويمشي وراك زي العيل الصغير. انت بشرب منها قد ايه؟ بصي، عايزاه يتجوزك على طول اشربيها كلها، عايزاه تمشي معاه في الحرام شويه اشربي بقين. طب انا هشرب بقين 3 اجرب بيهم الاول. خلاص ماشي. يا جماعه الدكتور شوكت جه خلاص، عايزكم تجهزوا بقى بسرعه. احنا جاهزين يا دكتور. اسلوبك ده مش هينفع في المستشفى هنا. انا ما بحبش الطريقه دي، قلت لك كده مليون مره. يعني خلي الطريقه دي بره المستشفى؟ يا سلام، يعني احنا بنخرج بره المستشفى؟ انا دكتور محترم بطلي الاعيب. انت بعد ده الشغل ده خلص من زمان، ده ايام حسين صدقي اللي انت قاعده تعمليه ده. طب تعالى لي البيت. يا سلام، اجي لك البيت وتقولي لي دكتور القهوه وقعت عليك، هات البنطلون اغسله لك. والشغل بتاع عماد حمدي الحاجات دي قلت لك خلصت. طب ممكن تتجوزني؟ انا ما اقدرش احط ثقتي في واحده بترجع كل يوم الساعه 3 الفجر، ساعات بتبات بره، وقال ايه مفهمه اهلها انها ممرضه. بعد اذنك روح شوف شغلي. اعمل ايه دلوقتي؟
يا بت هو اصلا هيفضل عامل كده لغايه ما ترشي له الميه، معلش لسه ما عداش عليها. بصي اصلا بيعاملني ازاي؟ معلش اول ما يعدي على الميه هيبقى زي الفل. اوعى المريض، اوعى المريض اللي جاي. هتبقى كويس. اوعى المريض. اصبر هتبقى كويس. اوعى هات حضرني هنا. الحق. حضرني من هنا. حضرني هنا. انزل هنا. انزل. بس. على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك. الحقنة دي. انزل على مهلك. بس. استغفر الله العظيم يا رب، الحمد لله كنا هنقع من على المنحدر. يبقى خد بالك كويس يا ابني وانت سايق. الله يخرب بيتك يا فرج. الله يخرب بيتك يا فرج. ايه قلت لك مليون مره انت تاخد بالك وانت سايق. انت رايح فين يا دكتور؟ الحق الترول اللي راجع. ايه يا فرج، هو انت كل عيال هتبهدله لنا كده؟ انا ببهدلهم بس انتوا بتشيعوهم. طب احترم نفسك وتفضل هات تقرير الاستقبال دلوقتي. ايه ده، هو انا ما جبتوش؟ لا. لا يقطعني. يا سلام، ثواني اكون عندي. ايوه، احلى تقرير للدكتوره. على فكره العيان ده عنده غيبوبه سكر. وعرفت منين ان شاء الله؟ هي دي محتاجه مفهوميه، هو لازم اكون دكتور عشان اقول لك؟ وهو يا حسونه لو عنده غيبوبه سكر هيعملوا له عمليه؟ لا، ما هو لو عنده غيبوبه سكر كانوا طلعوا له عنايه ما فوق. العنايه زحمه قوي فقالوا يجيبوه اوضه العمليات. والله انت بتستهبل بقى. طب اتفضل شوف شغلك وما تخليش اتعصب عليك النهارده. اروح اجهز انا بقى العمليه. اخلص يا حسونه. بقول لك ايه، جيب الميه ورشي منها هنا عقبال ما الدكتور سامي يخش يعدي عليها. ماشي. يلا بسرعه. رشيتي؟ يلا رشيت خلاص. يا لهوي، ده الدكتور سامي رجع والدكتور شوكت هو اللي جاي. تعالوا صحيح. لا خلاص الدكتور شوكت جاي خلاص. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. ايه الميه اللي مدلوقه دي؟ معقوله اوضه عمليات يبقى في الوش كده في ميه؟ انتوا بتستهبلوا ولا ايه؟ سهل الميه دي. حاضر. ايه الكلام الفارغ ده؟ ودي الحاله كله تمام؟ صباح الخير يا دكتور شوكت. صباح الخير يا نوره. ايه ده يا نوره؟ انا اول مره اخد بالي ان انت حلوه كده. انت محلويه النهارده قوي. ايه ده؟ ده انت عندك عينين 2 ومناخيرك فيها فتحتين. انت غريبه جدا النهارده. ايه الحلاوه اللي انت فيها دي؟ ازاي ما خدتش بالي الفتره دي كلها؟ جاي. مين اللي جاي؟ العيان يا دكتور شفته؟ لا، اسمه جه. العيان جه مش جاي. هو ده العيان؟ فين التقرير بتاعه؟ زمانه جاي هشوفه. يلا شوف التقرير. يلا اجهز بسرعه. ماشي حاضر. حسونه راح يجيب التقرير يا دكتور. يولع حسون، يولع التقرير، طز في المريض. ايه يا بنت الحلاوه دي يا بنت؟ ايه يا بنت اللي انت فيه ده يا بنت؟ يا دكتور معلش ممكن تيجي تشوف العيان دقيقة واحدة؟ التقرير يلا روحي شوفيها نورة بسرعة. روحي رشي المية. ده عيان يا دكتور. ايه ده؟ ايه يا جماعه الميه دي؟ امسحوا الميه دي يا جماعه. يا دكتور الاستقبال بيقولوا ان هم بعد تقرير مع الحاله ممكن يكون واقع في الارض او في الاسانسير. طب ما تتصرفوا يا جماعه، انتوا بتستهبلوا. يلا بسرعه شوفوا التقرير. يا دكتور ايه ده يا جماعه؟ ما تمسحوا الميه دي يا جماعه، هنقع على وشنا. يا دكتور قلبت الدنيا على التقرير مش لاقيه. ده تهريج. في تقرير ولا مفيش تقرير؟ طب وبعدين يا جماعه هنعمل ايه في الموضوع ده؟ ازيك يا نورة؟ الحمد لله. مالك يا بنت النهارده؟ فيها حاجه غريبه. فيها حاجه حلوه. تيرانا. حاجه حلوه جدا. تيرانا. حاجه بتخليك فيها حاجه حلوه
هما مالهم يا عفاف؟ مش خطوا على الميه يا اختي. طب اتفضلي بقى روحي امسحي الميه دي دلوقتي حالا، انا مش عايزاهم هما. همسحها بس انت حاولي تسكتي عشان انت كل ما تتكلمي هيقعدوا يتنحنحوا كده هو. ريرا ريرا ريرا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ احنا فين؟ في اوضه عمليات ولا بنهرج احنا؟ دكتور ايوه احنا جاهزين يا دكتور. جاهزين ازاي؟ فين التقرير؟ هنعرف عنده ايه ولا هنعمل له عمليه ولا مش هنعمل عمليه؟ ايوه يا نهار ايه ده؟ ابيض. ايه ده؟ المريض بيموت بسرعه. الجهاز بتاع الصدمات، جهاز الصدمات الكهربائيه، جهاز الصدمات الكهربائيه يا دكتور بسرعه. اعدلوا يا دكتور. اصل انا ما حضرتش الحصه بتاعت الصدمات، معلش. ده سنه تانية باين ولا ايه؟ ماشي ماشي. ده بيتمضمض ولا بيتكهرب؟ احنا لو بنكهرب حمار كان مات يعني. الصوت لسه شغال يا جماعه. ايه ده؟ وحضرتك بتتكلم على الصوت ده؟ انا اسف، ده الموبايل بتاعي. يعني عامل رنة الموبايل ان احنا نقعد نكهرب الراجل كده؟ معقولة؟ يا جماعة يا جماعة حرام عليكم، كده هنخلص الكهرباء. احنا لازم نبقى وطنيين ونحافظ على الكهرباء. وبعدين لازم نعمل تقرير، الكهرباء دي تتغير، ها؟ نعمل لمض موفرة. ايه المريض ده؟ يا جماعه احنا مش هنستنى تقرير، احنا مش هنستنى تقرير. واحد زي ده مواطن مصري من حقه ان هو يتعالج ما دام بيدفع ضرايب، والضرايب دي اللي احنا بناخد منها مرتباتنا. مش هنستنى تقرير. انا رايي ان احنا نفتح بطنه واللي نلاقيه نعمله بقى وخلاص. يلا يا جماعه. ماشي. تليفونات نشيلها ولا؟ شيلوا الموبايلات دي وخصوصا موبايلك، اعملوا سايلنت. ماشي يا دكتور. خد الموبايل بتاعك. هات يلا يلا يا جماعه، استنوا هنكشف عليه وانا احاول احدد الحاله ما دام مفيش تقرير. يا دكتور. الله 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 الله. يا جماعه. ايوه يا دكتور. نعم. عيان عيان بجد بجد، ولازم نتصرف. طب يعني يا دكتور نعمل ايه يا دكتور؟ انا رايي هنفتح من هنا كده، بص كده اهو، قد 15 سم. ها ايوه يا دكتور، يعني نفتح فين؟ افتح في مول العرب. في رجل حلوه هناك فعلا. جاي تهزر حضرتك؟ انت فين؟ يعني يا دكتور دلوقتي افتح كده واخد بعضي وارجع تاني؟ هتعمل يوتيرن من عند الصدر كده وترجع، وانت نازل على تحت خلي بالك في لجنه، وتعمل واحده كده برضو بالعرض قد 12.5 سم. ولو 6 سم يعني هتفرق يا دكتور؟ لا تفرق معايا كتير جدا، لان هي دي الفتحه اللي نقدر نحدد من خلالها هو عنده ايه. يعني افتح يا دكتور؟ افتح. بس كده بقى. يلا شغلوا لي مزيكا هاديه عشان ما بعرفش اعمل عمليه الا بمزيكا هاديه. ماشي حاضر.
مالك؟ الف سلامه عليك. ودني بتوجعني.